انا اتغيرت بعد سفريه نويبع. تعالوا احكي لكم ايه اللي حصل في نويبع. رحت كامب اسمه بساطه. بساطه ده الكامب اللي فيه صاحبه اسمه شريف حكى لنا بقى ان هو بقاله سنين كتير قوي بيعمل حاجه حلوه قوي اسمها هايلايت. ايه الهايلايت ده؟ ان اليوم ما ينفعش يمشي من غير هايلايتس معينه تخليك تفرح وتتبسط، حاجه شبه الروتين كده بس حاجه تخليك فعلا مبسوط، حاجه تفيد عقلك، حاجه تفيد روحك، حاجه تفيد قلبك. هو بيعمل ايه؟ هو بيصحى من النوم ينزل البحر، ده اول هايلايت عنده. بعد كده يروح الشغل ويبدأ يشتغل في الكامب ويشوف الناس والموظفين ومش عارفه ايه. بعدين تاني هايلايت يفطر مع مراته. بعدين يبدأ يكمل شغل. بعد كده يبدأ تالت هايلايت هو ان هو ياكل مع الستاف بتاعه. بعد كده رابع هايلايت في اليوم هو ان هو يتفرج على النجوم بالليل. انا قعدت افكر، اكتشفت ان انا ما عنديش ولا هايلايت في اليوم، ما بوقفش زحمة اليوم خالص خالص عشان اعمل حاجة بحبها او حاجة مفيدة لعقلي. عشان كده قررت من اول النهاردة ان انا عندي هايلايت مهم قوي، ان انا اقعد في الجنينة مع الطبيعة، عشان دي من الحاجات اللي بتفرق معايا قوي 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 وفي نفسيتي قوي قوي قوي، وهي اني ابقى connected بالطبيعة. ايه الهايلايت اللي ممكن تعملوه؟ واقترحوا عليا هايلايتس تانية اعمل.